السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الدكتورة مريم من قناة سو الطبيبة مع مريم. فيديو اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا لجميع الحوامل من الشهر الأول إلى الشهر الثاني، ألا وهو طريقة تناول حبوب الحديد. فهل تعلمين عزيزتي بأن حبوب الحديد قد لا تعدل الحديد لديك، بل أنها ممكن فقط أنت تتناولينها وتنزل مع الكاكا أو البراز ولا يمتصها الجسم ولا يستفيد منها، فتلاحظي بأن نسبة الحديد لا زالت مستقرة، وفي بعض الأحيان عوض أن تتزايد النسبة تصبح أقل وأقل، وتصبح السيدة تعاني من فقر الدم الحاد بالرغم من أنها تتناول حبوب الحديد. فهذا الفيديو هو مخصص لهذا الموضوع، وكذلك سنتكلم عن أعراض فقر الدم بالنسبة للسيدة الحامل، وكذلك أعراض فقر الدم الشديد بالنسبة للسيدة الحامل، إلى جانب أننا سنتحدث عن الوقت المناسب لتناول حبوب الحديد للحامل كذلك. فإن كان يهمك الموضوع فابقي معي إلى آخر الفيديو، وإن كانت هذه أول زيارة للقناة لا تنسي الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ بموضوعنا لليوم، ألا وهو طريقة تناول حبوب الحديد بالنسبة للحامل. الكثير من الحوامل تسألنني بأنها تتناول حبوب الحديد، لكنها تتفاجأ عندما تقوم بعمل الفحوصات الدورية لخزان الحديد أو لتعيير الهيموغلوبين أو فقر الدم، فتجد بأنها يعني نسبة الحديد تتناقص عوض أن تتزايد بالرغم من أنها تتناول الحديد. فما السبب؟ السبب عزيزتي بكل بساطة هو أنك تتناولينه بطريقة خاطئة. لماذا؟ فعندما تتناولي الحديد مع بعض الأطعمة أو بعض المشروبات، الجسم لا يستفيد من الحديد. هذه المشروبات تمنع امتصاص الحديد من طرف الجسم. ما هي هذه المشروبات؟ أهمها الشاي والحليب والقهوة. يعني عندما أقول الحليب ومشتقاته. فدائما تجدينني أنصح الحوامل بترك مدة بين الأكل وشرب الحديد على الأقل ساعة أو ساعتين حتى يستفيد الجسم من الحديد. يعني إذا كانت الوجبة التي تناولتها بها شاي أو بها قهوة أو بها حليب ومشتقاته، فالأفضل أن تتركي شرب الحديد إلى ما بعد هذه الوجبة بساعة، والأفضل ساعتين حتى يمتصها الجسم. فإذا تناولت الحديد بهذه الطريقة فتأكدي بأن الجسم سيستفيد منه، وستلاحظين أنه بعد مدة عند القيام بالتحاليل اللازمة ستلاحظين بأن نسبة الحديد بدأت تتزايد. هذا إذا كان سبب فقر الدم وهو النقص في الحديد. أكيد هناك أشياء يمكنك تناولها مع حبوب الحديد وتساعد في امتصاصه. ما هي هذه الأشياء أو ما هي هذه الفيتامينات؟ أهمها الفيتامين سي. إذا تناولت الحديد مع فيتامين سي فتأكدي بأن الجسم سيمتص الحديد بشكل سريع وسيستفيد منه. أكيد نعلم بأن الفيتامين سي يوجد مثلا في البرتقال، يوجد في الكيوي وغيرها من الأطعمة، وكذلك هناك مكملات غذائية تحتوي على الفيتامين سي تباع في الصيدلية. فإذا أردت تناول الحديد يعني بعد الأكل كما قلت لكم بساعة أو ساعتين، فقومي بشرب كأس من عصير الليمون. أتكلم عن البرتقال لأن في الدول العربية الليمون يعتبرونه هو الحامض، لكن أنا أتكلم عن البرتقال. تناولي حبة الحديد مع كأس من البرتقال وتأكدي بأن جسمك سيستفيد من هذا الحديد ولن تعاني من آثار فقر الدم. بعد هذا تجنبي شرب الحديد مع الشاي، القهوة والحليب ومشتقاته.
هذا بالنسبة للحديد. بالنسبة لتغير لون البراز فهو عادي. إذا لاحظت بأن البراز تغير لونه بمجرد أنك بدأت بتناول مكملات الحمل، فهذا راجع لهذه المكملات لأنها تحتوي على الحديد، والحديد هو الذي يسبب هذا اللون الأسود. وكذلك ستلاحظين بأن هناك إمساك، فالحديد يسبب تغير لون البراز وكذلك يسبب الإمساك. لكن إن كان تغير لون البراز يعني قبل تناول المكملات الغذائية، أو أنك لا تتناولين أي مكمل غذائي يحتوي على الحديد، فهنا تغير لون البراز قد يكون بسبب أمراض في الجهاز الهضمي، وهنا يجب استشارة الطبيب بأسرع وقت لمعرفة السبب الرئيسي. هذا من جهة أخرى. نتكلم الآن عن أعراض فقر الدم بالنسبة للحامل، ومتى يمكنك بدء شرب حبوب الحديد. فبالنسبة للحامل، إذا لم تكن تعاني من فقر الدم في الأساس ومستوى الدم لديها جيد، فنعطيها حبة واحدة من الحديد يوميا ابتداء من الشهر الرابع أو الخامس، هذا فقط لتجنب ظهور فقر الدم. لكن إن ظهر أو أظهرت النتائج بأن لديها مشكل فقر الدم، فهنا الطبيب سيقوم بتعديل الجرعة بحيث تتناسب مع هذه القيم التي وجدها في التحاليل، وممكن أن يزيد الجرعة إلى 2 أو 3 حبات، أو في بعض الأحيان قد يضطر إلى زيادة الدم إذا كان هناك فقر دم شاذ أو حديد أو شديد أو مزمن لا قدر الله. يعني ابتداء من الشهر الرابع أو الخامس نعطي جرعة فقط تكميلية، يعني ليست لعلاج فقر الدم لكن فقط لتفادي مشكل فقر الدم. لكن مع مرور الحمل أكيد ستعاني السيدة من فقر الدم. ابتداء من الشهر السادس أو السابع قد يزيد الطبيب الجرعة أو يزيد من عدد حبات الحديد في الحمل. قبل من تخطط أو تعلم وقت ولادتها، فالأفضل أن تتوقف عن شرب الحديد لمدة يعني 3 أو 4 أيام حتى لا تعاني من مشكل الإمساك بعد الولادة. هذا من جهة. من جهة أخرى أعراض فقر الدم بالنسبة للحامل، وهي أعتقد بأنها معروفة لكن سأذكر بها. أول عرض وهو الإحساس بالتعب والإجهاد من أقل مجهود، يعني تلاحظين بأنك تقومين بمجهود بسيط ولكن تشعرين بأن لديك تعب وإجهاد. كذلك الإحساس بالضعف، تشعرين بأن جسمك أصبح ضعيف جدا. البشرة، يعني لون البشرة يصبح باهت، يصبح أصفر، لا توجد به أي إشراقة، كذلك يعتبر من علامات فقر الدم. اضطراب في ضربات القلب. أعلم بأن أغلبكم يعاني من هذه المشكلة، أي زيادة في ضربات القلب، وهو السبب الرئيسي أو السبب الرئيسي لهذا المشكل وهو فقر الدم. الشعور بالدوخة والزواغان، يعني تشعرين طوال اليوم بأن لديك دوخة أو يعني لا تشعرين بأنك مستقرة، فهذا كذلك راجع لفقر الدم. كذلك من بين الأعراض وهو برودة الأطراف بالخصوص اليدين والرجلين، كذلك يعتبر من أعراض فقر الدم، بالإضافة إلى الإصابة بالصداع خلال الحمل. فالكثير منكم يجهل هذا الأمر، فالصداع وبرودة الأطراف من بين أسبابها وهو فقر الدم. هذه الأعراض ممكن أن تصيب جميع الحوامل وتدل على فقر دم بسيط، ويلزم شرب بعض المكملات أو شرب الحديد بجرعات مختلفة يحددها الطبيب المعالج. سبب فقر الدم، هناك أسباب عدة. هناك مشكل النقص في حمض الفوليك مثلا هو الذي يسبب فقر الدم، أو نقص في الفيتامين B12 أو B12 كذلك هو من أسباب فقر الدم. ليس فقط الحديد هو السبب الرئيسي لفقر الدم. فكيف يمكن علاج فقر الدم بالنسبة للحامل؟ فإذا تم تشخيص الفقر الدم بسبب نقص الحديد، فإن العلاج يعتمد على تناول المكملات الغذائية للحديد في جرعات مناسبة.
ويبدأ العلاج غالبا عن طريق الأقراص أو الكبسولات، وقد تحتاج الأم لتعويض الحديد عن طريق الوريد في بعض الحالات كما ذكرت المتقدمة. هل يؤثر فقر الدم على الجنين؟ نعم، ممكن أن يؤثر على الجنين، قد يسبب في نقصان وزن الجنين، كذلك قد يسبب في عدم نمو الجنين بشكل جيد، قد يسبب كذلك في ولادة مبكرة، وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى وفاة الطفل قبل الولادة أو بعدها لا قدر الله. هذا فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد أفادكم. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.